مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. ميت يوم تافينج داي 6. هشتغل على اني مش بحب اكمل حاجه لغايه الاخر، ولو بحب فانا كده كده مش بكملها، ببدا اي حاجه بسيبها من النص. نفس مره واحده بدخل في سبعه وطلع في سبعه، بفكر توبيك واحد بس بمشي فيه ومش بكمله للاخر. بغض النظر ان ده في نمط شخصي بيسيب الحاجات قبل ما تكمل، لكن هي في الاخر برضو mental set. برغم ان انا بزهق قبل ما اكمل الحاجه، بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. برغم ان انا بحس ان الاتشيفمنت مش هيزعل مني لو سبت 3 معالق في الحوض بعد ما نظفت الحوض وغسلت المواعين. ال3 معالق دول بره التاسك، مش بشوفهم. بحس ان انا كده خلاص ابقى عملت اللي عليا، كده everything is okay. لما هسيب دول هما بالنسبه لي مش موجودين، بحب نفسي واقبلها بدون حدود. برغم ان انا في عقلي ان 90% من التاسك بتساوي 100%، بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. مش بحس اني هاخد قيمة اعلى لو قفلت التاسك للاخر. انا والله كنت عايزة شوية انرجي من القصة دي، انا خدتهم لغاية هنا. 60 بقى في المية، 70%، 30%، ايا كانت النقطة اللي انا واقفة فيها، بس مش عايزة اكمل. في حاجات مش هيحصل حاجة لو ما كملتهاش. يعني لو بدأتها خدت منها شوية انرجي وسبتها ومشيت، اتس اوكي عادي، انا المستفيدة. لكن في حاجات زي الدراسة مثلا، لو بدأت كورس معين قررت ان انا ما اكملهوش، مش عايزه ادخل الامتحان، فانا كده خسرانه حاجه معينه. زي الجواز، لو انا دخلت علاقه وقررت في النص ان انا ما اكملهاش، فده معناه ان انا خسرانه حاجه اكبر. هل المشكله في الاحساس اللي بيقول لي انا مش عايزه اكمل، ولا في ان انا اصلا دخلت التاسك اللي انا بدخلها وانا كنت عايزه حاجه من وراها ما كنتش عايزاها هي؟ and it happened a way or another ان نوع القيمة اللي كنت عايزة اخده من السيرتيفيكت اللي انا كنت بدرسها اخدتها من طاقة الهية في وسط الكورس، وانا اصلا ما كنتش عايزة الكورس من الاول. فبقيت مش عايزة اكمل. السبب اللي كنت داخلة عشانه التاسك اتحقق. ده معناه ان المشكلة ان انا اصلا مش ببقى عارفة انا ببدأ الحاجة عشان ايه. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. برغم ان الهدف بيتحقق لما بيتحقق هدف الهدف، بحب نفسي واقبلها بدون حدود. برغم ان الهدف بيبقى accomplished في عقلي لما بيتحقق هدف الهدف، بحب نفسي واقبلها بدون حدود. برغم ان كل حاجة بعملها انا ببقى عايزة من وراها حاجة، لو قدرت افرق الحاجة دي انا بعملها عشان عايزاها لنفسها ولا عشان عايزة من وراها حاجة، ساعتها هكون متأكدة اني مش هبدأ تاسك الا اللي انا حابة ان انا انهيها لنفسها. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. انا بحط كريم في ايدي عشان عايزة ايدي تبقى حلوة. هل البروسيس بتاعة توزيع الكريم على ايدي انا بحبها ولا مش بحبها؟ لو بحبها هستمر فيها،
لو مش هحبها مش هقدر اكمل، حتى لو عايزة ايدي تبقى حلوة. انا بحبها. التابنج. هل انا داخلة علشان عايزة اتونس مع نفسي؟ I tap my face عشان انا بحب نفسي وعايزة اتونس معاها، ولا انا جاية اتابع على نفسي عشان زهقانة وعايزاه يقول لي بحبك؟ لو انا بتابع على نفسي عشان زهقانة وعايزاه يقول لي بحبك، فلو بعد مرتين ثلاثة ما قاليش هسيب الحدوتة وامشي. لكن لو انا بحس ان انا مرتاحة انا شخصيا وانا بعمل ده، فانا هكمل بغض النظر عن الاوت كام ريزلت اللي انا باخدها. لو انا بطبخ عشان بحب الناس اللي انا عايشة معاهم، فلو هم مش موجودين انا مش هعمل اكل. لكن انا لو بطبخ عشان بحب الخطوات، بتمتعني البروسيس، فسواء كنت لوحدي او مع حد، انا هكمل في اللي انا بحبه، عشان اعرف اذا كنت هكمل التاسك اللي انا مختاراها، الميشن ايا كان اسمها ايه. بسأل نفسي، هل انا برتاح مع السلوك نفسه؟ هو انت بتحبي المذاكرة؟ يعني لما تقعدي تسمعي الكلام ده day after day، بتحبي التواصل او الكونكشن معاه، ولا انت عايزة تجو ليفل اب في يور كارير؟ لو انت بتحبي الكونتنت اللي هتذاكريه هتكملي فيه. لو انت عايزة قيمة مهنية، بعد ما هتاخدي شوية من القيمة المهنية دي والناس تعرف ان انت you joined the course، هتلاقي نفسك مش عايزة تكملي. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. نفس مرة واحدة بدخل في سبعة بطلع في سبعة، وببتدي اشوف اللي بدأنا بيه، مش بكمل الحاجة. شايفينه ازاي دلوقتي؟ نفس برغم ان انا لسه مش عايزة افهم حقيقة اللي انا عايزاه. بحب نفسي واقبلها بدون حدود. لسه مش عايزة اركز مع نفسي واسأل اذا كنت عايزة التاسك دي او الميشن دي ولا مش عايزاه. مش عايزة اسأل، مش عايزة اعرف. انا عايزة ادخل وبعدين هناك بقى اشوف اذا كنت عايزاها او مش عايزاها. بحب نفسي واقبلها بدون حدود. رغم ان انا لسه مش عايزة to be connected enough عشان أعرف إذا كنت هكمل فيها أو لأ من قبل ما أدخل. بحب نفسي قبلها بدون. مش عايزة أتواصل مع نفسي بالشكل اللي يخليني أعرف إذا كنت هكمل ولا لأ. أنا مش عايزة أعرف. مش بتابع عشان أعرف أو أبقى عايزة أعرف. بتابع علشان acknowledge رغبتي في إني أفضل مش عارفة، وأدخل الحاجة وأسيبها من النص. لسه عايزة أبقى مش عارفة أنا هكمل فيها ولا لأ. لسه عايزة أقول أنا مش عارفة. لسه عايزة أقول إني مش عارفة. اسمح ده يكون موجود زي ما هو هنا ودلوقتي. أنا مش عايزة نوع التواصل اللي يخليني أعرف إذا كان الهدف ده مناسب ليا أو لا. مش عايزة أواجه نفسي بإني عايزة من وراه حاجة تانية.
مش عايزة أقول إن الشهادة دي أنا عايزة من وراها قيمة ذاتية. مش عايزة أعترف إن أنا داخلة الكورس عشان عندي مشكلة في السيلف فاليو. ما أقدرش أقول لنفسي الكلمتين دول. مش عايزة أشوف إن أنا عندي مشكلة في السيلف فاليو في السيلف استيم. مش عايزة أشوف ده. أنا مش عايزة أشوف كده. مش عايزة أشوف ده. أسمح لنفسي إني أحس إن أنا مش عايزة أشوف السبب اللي أنا داخلة الشغل، الكورس، الرحلة، العلاقة عشان. مش عايزة أحل الهدف اللي ورا الهدف. بختار إن أنا أحترم اختياري، إن أنا مش عايزة أدي اعتبار للسبب اللي ورا السبب. اسمح ده يكون موجود زي ما هو، وبلاحظ في الأيام اللي جاية قصاد كل تاسك بيكون مطلوب مني إني أعمله، هل أنا فعلا عايزة أدخل وأجرب جوه، ولا ابتدى يبقى عندي حتى لو اوبنس 3 من 10 إني أسأل نفسي هو أنت عايز تختاري الحاجة دي ليه؟ ولو حسيت إن أنا عايزة أكون كونكتد لنفسي أكتر من 3 من 10، فأنا دايما متاح قبل أي فرصة أو هدف مترددا يدخله إني أشتغل السيشن دي تاني، وإني أوافق إني أعرف صوتي الحقيقي اللي جوايا عايز يقول لي إيه، إني أسمع السبب اللي ورا السبب، الاحتياج اللي ورا الفرصة. انتي ماشية الطريق ده ليه؟ لو حسيت فعلا ان انا عايزة اوصل ل6 من 10 في المساحة دي، دايما متاح اني ارجع للسيشن دي واسمعها تاني، واختار احب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. نفس مرة واحدة بدخل في 7 بطلع في 7، استقبل نور مكان اللي خرج. شوف حاسين بيه.